فضيلة الشيخ، أريد أن أختم معك في قضية الفكر الجهادي، وأنت تحدثت عن فصائل المقاومة وقلت أن جميعا تلتقي في قضية المقاومة، لكن واضح أن الفكر السلفي الجهادي لم يلتقي على نقاط محددة. هناك تناحر وخلاف بين القاعدة تحديدا وبعض الفصائل المسلحة في العراق، وهناك حتى وصل إلى درجة التقاتل. لماذا هذا التشرذم الفكري السلفي الجهادي رغم أنه قواعده ونظرته واضحة؟ أولا يجب أن لا نردد ما يقوله أعداء الإسلام والتيار الجهادي عن الجماعات الجهادية لتضعيفها. نحن يجب أن ننظر إلى التيار الجهادي كتيار سلفي جهادي يمتلك أسس فكرية ورؤية سياسية وعمل جهادي، ويحارب من كل جانب، وإرادتها مستقلة، اعتمادها على الله عز وجل أولا، ثم على ذاتيتها وما تمتلك، وعمقها البشري التنظيمي في شعوبها بين شعوبها. فهذا التيار في بداية أمرها وهو يحمل أثقل من الجبال في مواجهة الاحتلال، في مواجهة مشاريع الاحتلال الفكرية السياسية الاقتصادية الحضارية. فهذا التيار ما زال في بدايته رغم مرور أكثر من 20 سنة على ظهوره وعلى توجهه، ولكن ما زال بحاجة إلى زمن أكثر لكي تستطيع أن ترسخ المبادئ على شكل أو تنظر ما لديها مثل ما هي مدرسة الإخوان. من خلال التجربة أن الفكر السلفي الجهادي يصعب السيطرة عليه بين القادة والقواعد، كما حدث معكم تجربتكم في عندما قواعدكم نبشت قبر أحد رموز الطريقة النقشبندية، وسبب لكم هذا مشكلة في الشارع الكردي، مشكلة كبيرة. يعني هذه كأنها لازمة للفكر السلفي الجهادي، هو الاجتهاد المنفتح عندما تكون هناك ساحة قتال. أنا لا أعتقد ذلك، لأن التيار السلفي أيضا يمتلك رؤية حول القيادة والقواعد والولاء الشرعي الذي تعطيه القواعد لقادته. وما حصل بالنسبة لنا هناك، نحن أصلا عمرنا كان 5 أشهر، نعم، كانت 6 أشهر فقط وأنا لم أكن هناك عندما نبشوا قبور هؤلاء الكرام، وكان عمل خطأ بكل المقاييس، طبعا الشرعية ثم السياسية أيضا والاجتماعية. لكن هذا الخطأ لا ينبغي أن نضعف به التيار السلفي بصورة عامة ونقول أن هؤلاء يستعصون على توظيف الطاقات ولا يستطيعون أن يعطوا الولاء المركزي لقائد أو أمير، وهذا ليس صحيحا. وأنا أعتقد أن التيار يمتلك رؤية جيدة وولاء جيد من القواعد، ولكن يحتاج إلى زمن أطول لكي ينظم أرضيته بصورة سليمة.